السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين. بعد ما عملنا فيديو من بواقي صابون الحمام وكان تحفة وعجبكم جدا، وساعتها وعدتكم ان انا هعمل لكم الصابون البلدي ببواقي الزيت او بالزيت المحروق عندك، من قلي سمك، من قلي بطاطس، ومن ساعتها وانا عمالة بحوش في الزيت الباقي عندي. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف احنا عملنا ايه. واللي عايز لينك الفيديو بتاع بواقي صابون الحمام هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا جبت ربع كيلو ليمون، قسمته نصين وغليته في كوبايتين ميه زي ما انت شايفه كده. شفتي شكل الزيت اللي احنا نشتغل بيه؟ طبعا الزيت ده كان عايز يترمي. بعد ما سلقت الليمون بتاعي رحت واخده كوبايتين ميه ليمون معايا مصفيه ميه ليمون، وجبت ربع كيلو بطوس او صودا كاويه بتجيبيهم من عند المنظفات، محلات المنظفات. بس انا عايزه اقولك لما تيجي تشتغلي في البطاس تشتغلي في مكان واسع وبعيد عن اي حد، وخاصه لو عندك اطفال ابعدي عن الاطفال تماما، عشان زي ما انت شايفه الصودا الكاويه بتغلي ازاي في الميه. الله يبارك لك، ابعدي عن الاطفال وابعدي وشك كمان عن البطاس اول ما تحطيه في الميه. زي ما انت شايفه البخار بيطلع منه عامل ازاي. واهم حاجه الاطفال، اهم حاجه الاطفال تخلوا بالكم منهم كويس جدا وتبعدوا عنهم الحاجات دي. بتشتغلي بقى في اي جردل قديم عندك او اي طبق بلاستيك بس يكون شديد عشان يستحمل غلي البطاس، عشان زي ما انت شايفه البطاس بيغلي ازاي. بتقلبيه لحد البطاس ما يدوب معاكي تماما. داب كده البطاس خلاص معانا كده تمام. انا معايا بقى لترين الا ربع من الزيت اللي هو الباقي المتبقي عندي. لو عايزين تشوفوا الزيت ده احنا بننقيه ازاي، انا الزيت ده صفيته بس ما نقيتهوش. لو عايزين فيديو تنقية الزيت هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. انا عامله فيديو منقيه فيه الزيت ومرجعاه نص جديد تاني، هو ما بيرجعش جديد زي الاول ابدا، عشان محدش يضحك عليكي ويقولك هنرجع الزيت القديم جديد تاني. عمر القديم ما بيرجع جديد. عامه هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، ادخلوا عليه وشوفوه. دلوقتي انا بنزل بالزيت بتاعي شويه 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 شويه. انا بقى معايا لترين الا ربع زيت، عشان كده جبت ربع كيلو من البطاس. لو هيكون معاكي لترين سلام يبقى انت هاتي 300 جرام بطاس. الربع كيلو بطاس ب10 جنيه، يبقى انت هاتي 300 جرام. بعد كده حطيت معايا نص كوبايه من الخل وكوبايه فيري او اي مسحوق صابون عندك، اي مسحوق صابون سائل عندك بتستعمليه، وبتقلبي. بنقلب باستمرار، ولو عندك مضرب سلك ما بتستعملهوش ممكن تقلبي بيه. بعد كده هحط له معلقه ونص من الملح. الملح ده بيساعد على تصلب الصابون معاكي، بيخلي الصابون يتصلب معاكي ويبقى كويس. بس ما تكتريش من الملح، لان الملح برضو بيقلل الرغوه، بيخلي الصابون تبقى رغوته قليله. وبعد كده هجيب كوبايه من المسحوق العادي، مسحوق الغسالات العادي جدا، اخد كوبايه منه واقلبها. انا باستمرار طبعا بقلب، والزيت ما بنزله بنزل بالزيت واحده واحده. بعد كده هجيب معايا كوبايه من الدقيق، وباخد نص كوبايه ميه ليمون من اللي انا سلقاه، او لو خلصت الميه اللي معايا بجيب نص كوبايه ميه من الحنفيه عادي جدا، وبقلب فيها الدقيق وبنزل على الخليط، وطبعا مع التقليب المستمر. بعد كده بقى بجيب كرتونه عندي وبفرش فيها كيس بلاستيك عادي، او اي علب عندك فاضيه بقى ممكن تصبي فيها الخليط بتاع الصابون. الصابون ده ممكن تهدي منه جيرانك، تهدي منه حبايبك، تهدي منه اخواتك، وحاجه ببلاش جدا يعني، ما تكلفتكيش حاجه، مش هتكلفك حاجه. شوفي حته الصابونه بتتباع بره بكام، وشوفي انت من هنا هتطلعي كام صابونه. وعلى فكره كمان ممكن تعمليه مشروع، لو انت محتاجه تعملي مشاريع تعمليه مشروع، وهتكسبي منه اكتر من 70% على الاقل. ودلوقتي هنحسبه مع بعضينا بالورقه والقلم ان شاء الله. انا بقى بعد ما صبيت الصابون سيبته ساعه او ساعتين كده، يا دوبك بس يمسك نفسه شويه. وبعد كده بقى هقسمه. انا بحب التقسيمات للصابون كمان تبقى كبيره، عشان البواقي منها يبقى قليل ان شاء الله، او الهادر منها يبقى قليل. بحب اما اخرط الصابونه اديها تخريطه كبيره كده عشان تبقى الصابونه مليانه معايا. وبعد كده بقى هنسيبها، هنغطيها بالكيس البلاستيك من على وشها ونسيبها، لان انا سايباها بره، وبره ممكن يجي عليها تراب على وشها، طبعا هيلزق فيها لانها لسه طريه. انا هسيبها كده لحد تاني يوم. تاني يوم بقى هفتح عليها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله. حاجه جميله، حاجه تحفه. وعلى فكرة يا ولاد الصابون البلدي دون ريحته في النظافة ملهاش حل. وعلى فكرة كمان ممكن تبشري صابونة وتاخديها تحطيها مع المسحوق في الغسالة الاوتوماتيك، هيخلي الغسيل بتاعك فله.
احنا طول عمرنا كنا بنستعمله بصراحه، بس انا دلوقتي بقى هشيله شهر على الاقل لحد الصابونه ما تنشف وتأثير البطاس يروح منها، عشان طبعا ما يتعبش الايدين. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت نص كوبايه سكر، مش عارفه قلت لكم ولا لا. حطيت نص كوبايه سكر عشان تبقى ناعمه برضو على الايد. او لو عندك جليسرين ممكن تحطي ازازه جليسرين صغيره ب5 جنيه تجيبيها من الصيدليه. تعالوا بقى نحسبها مع بعض عشان لو حبينا نعمل منها مشروع ونشوف هتكسبنا كام. انا جبت ب10 جنيه بطاس، وخدت كوبايه مسحوق غسيل، قولي الكوبايه ب5 جنيه، يبقى كده 15 جنيه. خدت كوبايه صابون من بتاع المواعين العادي، قولي ب3 جنيه، وب2 جنيه دقيق، يعني كله لو حسبتيه مش هيدخل في 25، مش هيدخل في 30 جنيه، ولو دخل في 30 جنيه برضو احنا الكسبانين. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي طالع معايا 20 حته صابون، 20 حته صابون، ولو قسمتهم كمان هيدوني 30 حته، لان زي ما انت شايفه انا مقطعه خرط كبيره قد ايه. ولو حبينا نحسبها ونجيبها من بره الصابونه هتعدي ال7 جنيه. طبعا الصابونه اللي في ايدي دي كمان صغيره، انا مقطعه حتت كبيره ممكن تتقسم حتتين اكتر كمان. يبقى انت كده هيطلع لك زياده عن 120 جنيه في ال30 جنيه اللي احنا صرفناه.